السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. يا رب تكونوا في أفضل حال. هنعمل مع بعض النهاردة حاجة كده سريعة ومنجزة وفي نفس الوقت اقتصادية ومغذية وتكون بديلة لسندوتشات المدرسة. هتحطي الاتنين تلاتة كده في البوكس لابنك أو لبنتك مع الحاجة بتاعته في لانش بوكس بدل السندوتشات، وتقومي تصحي من النوم تعملي سندوتشات والكلام ده كله. لا، حاجة جاهزة ومغذية وجميلة قوي، ومن غير ما تفردي ومن غير ما تتعبي ومن غير ما تنقليها من حاجة لحاجة ومن معون لمعون. احنا هنعملها اقتصادية جدا وسهلة جدا وأسهل وأحسن طريقة ممكن تعملي بيها القرص المحشية بتاعة الأفران الجاهزة. وهتفرزي معايا، هنعمل كمية حلوة قوي مع بعض وهنفرزها مع بعض في الفريزر، وهنطلع كيس بكيس على قد سندوتشات أولادنا الصبح. ولو كوباية شاي بقى كده بالليل كده لجوع آخر الليل، مع كام قرصة جميلة قوي وعملية واقتصادية وفي نفس الوقت مغذية قوي قوي، وانت عاملاها في بيتك بايدك نظيفة وضامنة حاجة ولادك وحاجة صحية. لايك وشير للفيديو، واللي ما اشتركش في قناتنا يشترك. واهلا وسهلا بكم، شرفوني ونوروني على قناتي اصلي وعصري. اوريكم هنا الاكياس بتاعه التفريز. لو بنفرز، لو هتعملي كمية معايا وتفرزيها، انا بحط كام واحده كده في الفريزر في الكيس وبحطها في الفريزر، وبطلع كيس بكيس على قد حاجتي وعلى قد طلبي انا واولادي. انا معايا هنا 3 كيلو من الدقيق زي ما اتفقنا. الدقيق مهما كان لو لسه فاضيه من الكيس حالا بينزل من المنخل. لازم ضروري ننزل الدقيق بتاعنا من المنخل. وبضيف هنا السكر بتاعي. انا معايا 3 كيلو من السكر، من 3 كيلو من الدقيق، يبقى هضيف لهم 6 معالق سكر، يبقى الكيلو له معلقتين، الكيلو له معلقتين. ومعايا نص معلقه من الملح ضفتها برضو. انا ضفت 6 معالق سكر زي ما قلت ونص معلقه من الملح. ومعايا ورقة خميرة فورية. الخميرة الفورية بتاعتك ما تستخدميهاش على طول كده، الا لو انت ضمنها او شاريها طازه لسه جديده. انا عشان متعوده على دي وشاريها طازه مش مركونه عندي فبشتغل بيها على طول. لو مش ضمناها اختبريها الاول. وضفت نص ورقه بيكنج باودر. البيكنج باودر ده روعه بصراحه، بيعمل مفعول السحر مع القرص والحاجات الفينو والحاجات دي، بتبقى حلوه قوي قوي يعني. ومعايا هنا بقى ايه، نص كوبايه سمسم. انا منقيها كويس طبعا وغسلاها ومنشفاها طبعا وايه ومحمصاها، ونزلت بيها على الايه، على الدقيق بتاعي. وبقلب كل الحاجات في بعضها، كل المكونات بقلبها في بعضها تقليبه كويسه قوي بحيث ان السمسم يتوزع في كل الدقيق والحاجات اللي عندي تتوزع في كل الدقيق كويس قوي. وعندي هنا بقى ايه، 3 كوبايات من السمنه وكوبايه من الزيت. 3 كوبايات من السمنه، اي نوع سمنه انت شغاله بيه اشتغلي بيه، بس المهم ان الوصفه دي ما بتتعملش بزيت بس. يعني هي اقتصاديه قوي، هي بتتعمل انا عامله 3 كوبايات من السمنه، عامله موازنه يعني، وعامله كوبايه واحده من الزيت. يعني الكيلو هياخد منك كوبايه وربع من يعني كوبايه سمنه وربع كوبايه زيت. وحطيت نص السمنه بتاعتي الاول وبوزعها كده، بفركها كده في الدقيق واحده واحده. الاول بقى بالمعلقه. انا السمنه بتاعتي مش سخنه، انا مسيحاها بس على النار وهي دافيه كده شويه معايا، دافيه لكن مش سخنه، دافيه. لان لو نزلتيها سخنه على الدقيق هتفسد منك الخميره بتاعتك. فانت التكه دي خدي بالك منها، السمنه تكون يعني بدرجه حراره الغرفه. انا مسيحاها وسايباها على جنب من شويه. ومعايا يعني انا عملت وزعت كله بقى، فركت السمنه بالدقيق بالمكونات كويس قوي لغايه ما بقت معايا رمليه كده. يعني تعمليها في ايدك كده، تمسكيها في ايدك تمسك في بعضها وبقت رمليه كده زي رمل البحر. ومعايا كيلو من ال- اللبن الحليب. اللبن الحليب على فكره ممكن تضيفي وش قشطه، ممكن تضيفي عشان تدي الطعم يعني، ممكن تضيفي علبتين زبادي. انا مشتغله باللبن، بس تعملي حساب الزبادي لان الزبادي فيه سوائل طبعا، يعني هتقللي في اللبن شويه. انا حاطه كيلو من اللبن ضيفاه، الموجود عندك هتشتغلي بيه، انا بديكي بدائل. انا شغاله باللبن الحليب بس، انا شغاله باللبن الحليب بس. ونزلت شويه بشويه. عودي نفسك ما تنزليش باللبن مره واحده، ما تنزليش باللبن او الميه اللي بتعجني بيه في اي نوع عجين مره واحده. تعمليه يعني سنه سنه، تنزلي بيه سنه سنه. كل ما يحتاج معاكي تضيفي له، كل ما يحتاج معاكي تضيفي له. وانا زي ما انتم شايفين عملت كده. اخدت معايا 3 كيلو دولت، اخدوا مني كيلو من اللبن الحليب وحوالي كوبايه وشويه من يعني كوبايه وربع كده من الميه تقريبا. طبعا احنا لما بنيجي نعجن العجين مع بعض مش بنستخدم الايه الدقيق كله مره واحده، لا بتشيلي جنبك كده ايه كام معلقه دقيق احتياطي معاكي، ما بيعملوش حاجه يعني، مش بيخسروا حاجه. لان الدقيق مختلف عن بعضه يا حبايبي. طبعا الدقيق فيه دقيق
ياخد ميه كتير، في دقيق ياخد ميه قليل. فانا بحب اضيف الميه شويه بشويه او سنه بسنه. عشان ايه؟ عشان الدقيق بتاعي بعيار الدقيق ما بيبقاش واحد يعني. عجنت كويس قوي قوي لغايه ما ايديا ثابت العجينه كده زي ما انتم شايفين، وثابت البلاستيكه اللي انا بشتغل فيها او البوله اللي انا بشتغل فيها دي، يعني زي ما وريتها لكم كده العجينه في ايدي. البوله نظيفه جدا ما فيش اي حاجه خالص، وعجنتها عجين كويس قوي لغايه ما عملت معايا عرق. يعني العجينه شغلت العجينه كويس قوي. وفي الاخر بجيب شويه سمنه من اللي انا حطاهم جنبي دولت، كان فاضل شويه كده في الحله اللي انا مسيحه فيها السمنه، ودهنت الوش عشان الوش ما يعملش ما يقشرش مننا وينشف. وبجيب بقى اي حاجه عندك تغطي بيها، كيس نظيف، عندك بلاستيك راب زي اللي انا شغاله بيه ده تمام، مفيش مشكله خالص، الموجود عندك اشتغلي بيه. ممكن كيس نظيف ما استخدمتهوش يعني. وبنقفل كويس قوي بالفوط وبنسيبه زي ما هو على الرخامه كده. يعني نص ساعه تقريبا، هي اخدت معايا نص ساعه واقل من نص ساعه كمان عشان الجو حر. ومعايا هنا كيلو من العجوه او البلح بتاع المطبوخ او التمر المطبوخ، بينباع في الهايبر، بيبقى جاهز كده للحشو. وجبت عليه، حطيت عليه معلقتين من السمسم ومعلقه من السمنه اللي هي السايحه اللي جنبيه دي اللي بشتغل منها. وبكسر كده بالمعلقه عشان اساعد نفسي، وبنزل بايديا بقى اعجنها عجين كويس قوي. التكه دي ليه يا ام مالك؟ التكه دي يا حبيبتي عشان انت العجينه العجوه او التمر اللي انا شغاله بيه ده بتاع الحشو ممكن ينشف منك مع الخبيز، فالتكه دي مش بتخليه ينشف. الناس اللي بتقول التمر او الملبن بينشف مني لما اخبزه في اي كحك او في اي قرص، لا، انت لو عملتيه بالطريقه دي مش هينشف معاكي ابدا. وجربيها وادعي لي. وعجنته كويس قوي، شربته بالسمسم وبالسمنه. وبجيب طبق جنبيه وبقطع بقى قطع كده زي ايه، زي الشوكولاته الشيبس اللي هي الصغيره دي، او اكبر سنه بسيطه يعني. وبتقطعي الكميه. انا عملت كيلو يعني، كفاني لل3 كيلو. كيلو كفاني ل3 كيلو عجين، 3 كيلو قرص. كيلو من التمر المطبوخ ده كفاني. واي حشو بقى انت عايزاه، ممكن تستخدمي ملبن، ممكن جبن، ممكن لانشون على بسطرمه على جبن، على زيتون. اي حشوه انت حباها ممكن تستخدميها في الايه، في القرص دي. انا مفضله التمر المطبوخ او العجوه عشان القيمه الغذائيه بتاعتها حلوه قوي، وبعدين بتغذي اولادي. والتمر طبعا انتوا عارفين فوائد التمر والعجوه والحاجات دي بجد روعه يعني. انا هنا العجينه شلتها طبعا، شلت من عليها الفوطه والبلاستيك راب. بعد نص ساعه تقريبا كانت اختمرت معايا وانتفخت كويس قوي قوي. وبفرغ منها الهواء زي ما انتوا شايفين كده. فرغت منها الهواء وسبتها على جنب. وطبعا قطعت كل الكميه بتاعت البلح اهي او التمر المطبوخ بتاعي بتاع الحشو يعني. وبجيب بقى الصاج بتاعي بتاع البوتاجاز الكبير كده، وانا دهناه زيت خفيف قوي قوي. وبعد ما دهنته بالزيت مسحته بالمنديل. ليه مسحتيه بالمنديل يا ام مالك؟ عشان خاطر ما يعملش علامه في القرص من تحت، في قعر القرصه من تحت ما يعملش علامه. فانا برضو يعني ايه، احتياطي. في ناس بتقولك ما بتلزقش، بحط الصاج كده وما بتلزقش. ده بيرجع لقوه الفرن بتاعك اللي انت شغاله فيه. بس انا شغاله في فرن البوتاجاز. فرن البوتاجاز لازم تعملي حسابك لكل حاجه. لو شغاله في الفرن الغاز اللي هو والع من فوق ومن تحت ده، بيبقى في الخبيز بتاعه حلو قوي بصراحه، بيطلع الحاجه روعه. بس انا عشان البوتاجاز ممكن ما اضمنهوش بقى في درجه الحراره بتاعته، بعمل التكه دي، بمسح قعر الحاجه كده وبمسحها بالمنديل بعد كده. وباخد قطعه صغيره كده اقل من البيضه البلدي، قطعه صغيره كده. وبحط فيها حته من البلح او التمر العجوه بتاعتك. وبقفل كويس. احسن اهم حاجه تقفليها كويس. وبتحطيها بقى، بتحطي بقى على مسافات في الصاج بتاعك يعني. بتسيبي فراغ او مساحه كبيره قوي بين القرصة وبعضها. ليه؟ لأن القرصة بعد كده بتنتفخ وبتختمر معانا، لسه بتتريح كذا مرة، فبتحتاج مساحة عشان ما تلزقش في بعضها معاكي. وبنغطيها بقى وبنسيبها على جنب كده، وبنكمل باقي الكمية بتاعتنا واحدة واحدة كده لغاية ما بنخلص. وبسيبها شوية جنبية. وبعد ما خلصت كده يا حبايبي، رجعت لها لقيتها بجد بدأت تختمر معايا. مش عايزة بقى أفرد وانقل واعمل والحركات اللي بيعملوها دي. اختصري اختصري انجزي، ما عندناش وقت. بقعر كده يعني كوبايه معيار عندي كيلو، دي كيلو. ورحت القعر بتاعها مساوي يعني من تحت، اللي هو القعر المساوي ده. وتضغطي بس عليها كده. مش هتشتغلي بحاجه زي كده، اي حاجه عندك بقى هتشتغلي بيها قعرها مساوي من تحت، هتروحي ضغط عليها ضغطه واحده. مش هتشتغلي بكفي ايدك 3 مرات على كده. بصي 3 مرات
على القرصه 3 مرات بكف ايدك. انا عايزه الحجم بتاعها كويس، ما ترققيهاش. لو رققتيها مش هتبقى حلوه معاكي، مش هتبقى منتفخه معاكي، هتبقى فيها حته كده رفيعه وحته تخينه، مش هتبقى حلو. احنا عايزين السمك بتاعها بيبقى واحد. وعلى فكره اللي عملتها بايديا اهي، وقدامكم 3 مرات بس بكف ايدي كده، واللي هي عملتها بالمعيار او بالشفشه اللي في ايدي ده، طريقتها احسن واسهل واجمل. ولا تنقلي ولا تحطي من كيس لكيس ولا من معون لمعون ولا تكومي مواعين حواليك ولا الكلام ده كله. حاجات بصراحه طريقتي اسهل طريقه على موجوده فعلا يعني. جربوها وادعوا لي. وبتجيبي بقى السكينه وبتعملي 3 شرطات كده في كل ايه، بتعملها بحرف السكينه كده 3 شرطات في كل قرصايه كده، عشان احنا مش عايزينها تنتفخ، مش عايزينها تبقى قطعتين معانا. بتخلصي كده بحرف السكينه كده وتاخدي 3 حتت كده بحرف السكينه بس زي ما انتوا شايفين كده بالطريقه دي. وبنرجع نغطيها تاني عشان ترجع تستريح تاني قبل ما نخبز. وعملت كميه كبيره قوي زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله، بسم الله لا حول ولا قوه الا بالله. بركه الله يا بركه سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله. سموا على حاجتكم تطلع جميله ان شاء الله. كل حاجه بتعمليها سمي عليها. عودي نفسك وانت بتعملي اكلك، بتعملي اي حاجه في بيتك، تسمي كده وتذكري الله وتسبحي وانت بتشتغلي، عشان ربنا يبارك في ولادك ويبارك في بيتك ويبارك في دنيتك كلها. انا عملت كميه كبيره جدا، هفرز شويه وهاكل شويه وهخلي بقى عشان المدارس. كل سنه وانتم طيبين. وكل فتره نعمل برضو. بوريهولكوا بقى وانا بخبز كده في الفرن اهو. انا طبعا الرؤيه هنا مش واضحه قوي، معلش بقى، عشان انا دايما شغلي بالليل، بحب اعمل الحاجات دي بالليل كده وانا سهرانه. شايفين بسم الله ما شاء الله منتفخه جدا اهي في الصواني. بتلف الصواني كل شويه كده. انا حاطه حاجه تحت دي ليه؟ لاني حسيت ان القعر بتاعها اخد سنه من تحت كده، وهي لسه من فوق ما مرتش. يبقى بحط طبق الومنيوم او طاسه كده تحتها وارفع الصينيه عليها بدون ما تغرقش من تحت، واحافظ على درجه الحراره بتاعتها وتاخد لون من فوق براحتها. وبرده الصاج اهو، الصاج الكبير بتلف كده. وانا عندي الفرن عندي له مروحه، البوتاجاز عندي بمروحه، فبشغل المروحه، مش بضطر اشغل الشوايه، بتوزع الحراره عندي كويس. ما عندكيش بقى حراره يبقى هتشغل، ما عندكيش قصدي المروحه، هتشغلي من فوق ومن تحت هتشغلي الاول من تحت لغايه ما يبدا ياخد لون معاكي، وبعد كده تشغلي الشوايه لغايه ما تديله لون. وبعد ما بتخرجيه من الفرن مباشره بتغطيه. وده بعد ما خرجته غطيته اهو. طلعت الصاج، اول حاجه طلعتها من الفرن بتاع البوتاجاز الصاج طالع معايا تحفه بسم الله ما شاء الله، روعه قوي. وبتغطيه عشان ايه؟ عشان يبقى طري معاكي. ما غطيتهوش يبقى تدهنيه برده بايه؟ بشويه لبن، شويه لبن بس كده على الوش، هيطروها ويخلوها طريه معاكي وجميله معاكي. وادي الصواني بعد ما خرجتها من الفرن طلع معايا تحفه قوي. بوريكم الخبيزه اهو بتاعه. شايفين المحنيه من تحت ازاي؟ على راي امي الله يرحمها. امي الله يرحمها كانت تقول لي ايه؟ حني الحاجه من تحت، خلي قعرها محني كده، فاهمه؟ اهو شايفه الطريقه. تحمريها من فوق وتحمريها من تحت كده وتاخد اللون الذهبي الجميل قوي قوي ده. والله التصوير ظالمها، طلع تحفه معايا قوي وروعه. وخدت شويه كده على طبق كده اوريهم لكم، واكثر واحده كده. بصوا ادي الحشو من جوه اهو. الحشو زي ما قلت لك تقدري تحشي اي حاجه انت حباها. انا فضلت العجوه او التمر المطبوخ، وطالعه معايا طريه جدا وجميله. وفي سهرة كده بالليل مع كوباية شاي، جوع آخر الليل بتسد فيه، بتبقى جميلة قوي. الولاد برضو بالنهار اللي يجوع تديله واحدة كده أو 2. وبتنفع في البيت، بتبقى ساترة البيت وبتبقى حاجة كويسة قوي بجد. املي بيتك بالخير واعملي. وهنا فرست بقى في كيس من بتوع التلاجة دول، واخدت على قد الكمية اللي أنا عايزاها، يعني 6 7 وحدات او 8 وحدات او 10 وحدات على حسب. وربطت الكيس وحطيته في الفريزر، رصيته في الفريزر. هطلع ازاي؟ هطلع كيس بكيس على حسب احتياجي عشان مدارس اولادي. وكميه معايا اهي، هوريكم برضو قد ايه طالعه معايا طريه. شايفين الجمال والحلاوه بتاعتها؟ بسم الله ما شاء الله، بجد روعه يا جماعه، جربوها. عايزه اوريكم بقى الطراوه بتاعتها وتشوفوها كده وتحسوها بجد يعني. اهي شايفين؟ بصوا انا بضغط عليها ازاي، طريه جدا معايا، طريه لا بتكسر ولا وشها بيكسر ولا الكلام ده كله. ليه؟ اهم حاجه تخرجيها من الفرن تغطيها بفوطه تقيله، اهم حاجه. هتضطر معاكم تبقى حلوه وجميله قوي، وهتبقى طريه قوي واسفنجيه وهشه كده. وبعدين معلقه البودر اللي انا حطيتها حطيها لها نفشها زي الفينو ومخليها جميله قوي من جوه. وانا كسرتها قدامك وريتها لك في الطبق، بجد طالعه روعه معايا. جربوها واعملوها، وهتوفر معاكي كتير قوي بالنسبه للمدارس، وهتنجز معاكي. هتحطي منها لاولادك في اللانش بوكس بتاعهم، هتنفع معاكي بجد، هتطلع حلوه قوي قوي معاكي. جربوها. لايك وشير للفيديو، واللي ما اشتركش في قناتنا يشترك، واعملي في بيتك وفرحي ولادك. ده شعار قناه وصفات ام مالك. يا رب يا رب كل حاجه بعملها
تعجبكم يا رب. كل حاجة بتشوفوها عندي تكون عجباكم كده وأنول حسن رضاكم. وتشتركوا في قناتي فضلا منكم وليس أمرا، ونوروني وشرفوني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.